سم. بوركت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. سؤالك يا أخي. نعم أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ نعم مرحبا. سؤالك يا شيخ. وعليكم السلام يا شيخ، كيف حالكم؟ حياكم الله. سؤالك أخي. أريد أن أعرف يعني بالنسبة للصيام. نعم. ما هي الأمراض المفطرة؟ لأن بعض الأحيان الإنسان يحس بألم رأس شديد وهو صائم. طيب بعض الأحيان أيضا يحس بحمى يعني. طيب. وأريد أيضا تفسيرا لهذه الآية بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينا فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. طيب. معنى تفسير يعني هذه يجيبك الشيخ إن شاء الله. تصوموا خير لكم إن شاء الله. جزاك الله خير. حياك. شيخي سنبدأ الآن بحكم حياكم الله أعزائي المشاهدين. نتواصل معكم في هذه الساعة الإيمانية، وأبشر الأخ الحسيني جاءتني رسالة الآن تتكفل بزيارته لبيت الله الحرام حاجا أو معتمرا، فأبشر خيرا أخي، وهذه أيام وساعات مباركة وبلد مبارك كذلك، وأبشر خيرا ونبارك لك إن شاء الله مقدما زيارة بيت الله الحرام. قد وصلت الرسالة الأخ الحسيني في تونس الشقيقة. دكتور شيخ محمد، السؤال هنا في قضية ما حكم من يصلي خلف من يلبس بنطلون ضيق أو جينز ضيق؟ أولا حكم الصلاة في البنطلون. نعم. البنطلون جائز الصلاة فيه. نعم. يعني لأن الإسلام ليس هناك ثوب معين أصلا في الإسلام، حتى ما يظنه بعض الناس أن لبس البنطلونات تشبه بالكفار، هذا خطأ يعني فادح. أبدا، وإنما التشبه بالكفار هو في لباس الكفار الديني الذي يلبسه القسس أو أهل المعابد. أما أي لبس فهو لباس إسلامي ما لم يكن هناك يعني محظورات فيه فقط. القضية الثانية اللباس الضيق للرجل أيضا جائز، إنما كرهه بعض العلماء، لكنه جائز لأن الرجل يفترض فيه الشدة والرجولة وغير ذلك. لكن في قضية الصلاة هناك بعد آخر: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ينبغي للإمام خاصة وللمأمومين عامة أن يتزينوا للمسجد. لباس الضيق يعني قد لا يكون أخذ زينته للصلاة. فنقول الصلاة جائزة، لكن ننبه الإمام على أن يأخذ زينته ويلبس للباس أحسن ثيابه. نعم. أيضا السؤال الآخر يقول: هل دعاء الاستفتاح يقرأ في صلاة السنة أم في صلاة الفرض؟ يقرأ في كليهما، فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في قيام الليل وفي الفرض. في كل من ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح بصيغه المتعددة في السنة. نعم. شيخ محمد، في الحقيقة يعني محاور التدبر كثيرة جدا، يعني لدي نريد أن نتأمل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول إن يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكثير من المعاني. ولكن بما أننا افتتحنا الكلام حول سورة الفرقان، لماذا ختمت سورة الفرقان بصفات عباد الرحمن؟
نعم. هذا سؤال بالغ الأهمية. يعني نريد أن ننبه الإخوة المستمعين والمشاهدين والأخوات المشاهدات أن القرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخالدة. هذه المعجزة لا يعني تظهر أسرارها إلا إذا تحرك بها أناس تشربوا بمعاني القرآن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان خلقه القرآن. نعم. تأملوا معي إخواني أخواتي، القرآن هو القرآن من 1400 سنة لم يتغير حرف منه، لكن قديما أخذ السلف القرآن فساد الأمم، واليوم القرآن هو لكن في ذيل القافلة. أين المشكلة؟ المشكلة أننا لم نتخلق بأخلاق القرآن، لم نتفاعل مع حقائق القرآن. إذا سورة الفرقان جاءت لتقول لنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ثم طوفت بمعاني القرآن ومعاني هجره، ثم ختمت بقوله تعالى وعباد الرحمن الذين إلى آخر الآيات، أي أن هذا القرآن لا تظهر معجزته إلا إذا تمثل واقعا حيا في عباد للرحمن تبارك وتعالى يمشون بخلق القرآن. لذا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الإخوة هجر القرآن إنما هو في عدم العمل به، دعك من عدم تلاوته عدم حفظه. الآية مكية تخاطب الكفار. الكفار كيف هجروا القرآن؟ أعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم يتخذوه منهاج حياة. فهذه رسالة إلى المسلمين أنهم إذا أخذوا وعملوا بالقرآن في كل مجالات الحياة، في الاقتصاد، في الإعلام، في السياسة، في الاجتماع، في كل مجالات الحياة حكموا القرآن، إذن نحن لم نهجره حقا. فعلى أخي المسلم أختي المسلمة في هذا الشهر ليكن همك أن تكون من عباد الرحمن تتخلق بصفات القرآن، أن نحول هذه الحروف إلى واقع. بالضبط. أن تكون هذه الختمة لا يكون هم أحدنا في الختمة آخر السورة، ولكن هم أحدنا كيف أتخلق بأخلاق القرآن، كيف أكون من أهل القرآن، أن لا أمر على أمر إلا حاولت أن أمتثله، ولا أمر على نهي إلا حاولت أن أجتنبه، حتى إذا انقضى شهر رمضان خرجت بحصيلة إيمانية عالية يحق عندئذ أن أكون من عباد الرحمن حقا. لنتعرف على صفات عباد الرحمن من خلال هذه السورة. طيب، هذه السورة تذكر لنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن، واللطيف أنها ذكرت صفة الرحمن وقبلها بقليل وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم قالت الرحمن. الرحمن دائما تتعلق بإنزال القرآن. الرحمن علم القرآن، لأن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن أنزل عليها كتابه يعرفها منهاج الحياة. هذه رحمة عظيمة جدا لا تقدر بقدر. عباد الرحمن أول صفاتهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لماذا بدأ بهذه الصفة في هذه السورة خاصة؟ لأن الذي يتأمل ويعرف حقائق القرآن ويعرف التكذيب الذي تعرض له القرآن ويتعرض له في كل زمن لن يأخذه الزهو والكبر، بل سيتواضع معه كل الحقائق ويرى البصائر واضحة والحق واضح، لكنه ينظر من عل لكل أهل الباطل، ينظر إليهم من علو فيتواضع، ينظر إلى التصورات كأنها تصورات الأطفال وكأنه عبث الأطفال، لأنه معه حقائق عظيمة بهذا القرآن. لذا تراه يمشي على الأرض هونا. كلما امتلأ الإنسان من العلم وحقائق القرآن كلما تواضع للخلق ورفق بهم.